في قلب العاصمة، وفي ليلة باردة من شتاء 2019 بدأت قصة غامضة ستكشف عن أبشع خيانة عرفها حي من أحياء المدينة. شاب في مقتبل العمر يعيش حياة بسيطة، يعمل بجد من أجل نفسه وعائلته، يملك ورشة صغيرة لتصليح السيارات، وكان حلمه أن يؤسس بيتاً ويخوض رحلة حياته مع من يختار قلبه. لم يكن يعلم أن حياته ستنتهي على يد من يثق به أكثر من أي أحد، صديقه المقرب كمال. سليم، اسمه الذي ارتبط بالطيبة والأمانة، كان محبوباً في حيه، معروفاً بأخلاقه العالية وهدوئه الطاغي. كل من يعرفه كان يصفه بالشاب الصالح الذي لا يؤذي أحداً، والذي يخطط لمستقبله بنفسه من عرق جبينه. وكان هناك شخص واحد يشاركه أسراره، يشاركه الضحك، يشاركه الطعام والشراب، شخص ظن سليم أنه أخوه الحقيقي.